مساء الخير، ازيكم كلكم؟ هي دي الطلعة السبعة الطلعة السبعة. طبعا رقم 7 رقم سبيشال و وسبيشال الحقيقة. احنا عندنا نفس التشالنج ان احنا نعمل فيديو في 5 دقايق، بس التشالنج الأكبر هي التوبيك بتاعنا النهاردة. احنا قررنا ان احنا نبقى present جدا على قد ما بنقدر يعني. انا ومومو النهارده الحقيقه اتقابلنا عشان نحدد التوبيك ولقينا ان احنا الاثنين we are passing through نفس الفيلينجز، نفس الانر ورك، نفس حاجه كده يعني. عندنا يعني عملنا كونكشن كده للهارت في الفتره اللي فاتت. we have grief, we have feelings. وكشخصياتنا يعني انا يعني مش هندخل في يعني احنا كتايبس، يعني احنا احسن ناس نعرف نقص الفيلينج او نهرب منه، والدنيا حلوه ولطيفه وظريفه. بس this time احنا قررنا ما نعملش كده. ف it's a hard experience, we have to admit. مش هننكر ان اتصالنا بالفيلينجز حاجه سهله، هي مش حاجه سهله، بس اكننا لسه يعني بنخطي كده فيها first steps يعني. فحابين نتكلم في التوبيك ده النهارده. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. ايه اخبار الجريف معاك؟ طيب احنا بنتكلم عن الحضور presence، والتوبيك النهارده ان البريزنس او الحضور يبقى مع البين والحزن والجريف، اللي غالبا احنا يعني معظم شخصياتنا بتبقى هدفها انها تجري وتهرب منه. عشان شايفين ان ده ايه؟ حاجه مؤلمة. حاجه وحشه. وهي دي النقطة اللي عايزين نتكلم فيها. البين رسول من ربنا لينا. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى شايف ان البين ده حاجة بتضرنا كان ما خلقوش اصلا. وللعجيب ان مفيش واحد فينا في حياته ما عندوش شيء ما او اشياء معينة دايما بتجيب له البين ده، وفيها باترن، فيها نمط متكرر، ان الشخص ده او الوضع ده او الشكل ده دايما بيجيلي منه بين. انا واحد من الناس كانت حياتي كلها ان انا اهرب من البين، اهرب من الحزن، اهرب من الالم، وبقيت محترف، بقيت بروفيشنال في كده. يعني انا ممكن في نفس اللحظة اللي الموقف بيسبب لي البين يعني تكة كده بقيت في شكل تاني، وضع تاني، وتوهت عن البين. توهت. التول بتاعتك انت بتتوه، بتديستراكت نفسك. انا مثلا التول بتاعتي لا ده مفيش بين اصلا، بصوا على البرايت سايد، بصوا على ودي كانت مسج لينا برضو النهارده، ان كل واحد يقدر يهرب من البين اللي هو ربنا سببه علشان نتعلم حاجه، او علشان في حته كده في قلبنا تستوي يعني. انا لازم اقول الحته ديت يا جماعه، البين مع الالم بتاعه في حته فينا بتستوي، في حته فينا بتنضج، في حته فينا بتكبر. مش هقول ان انا يعني بروفيشنال في القعده في البين، ده برضو حاجه قرار جديد عليا، بس عشان انا ريفريمر هايله ورهيبه وفظيعه. بس اللي اقدر اقوله ان مع الكام يوم اللي فاتوا والوقت بيعدي، في سنس اوف ان ده انا يعني، وان الفيلينج ده هو جزء مني، مش انا معتزه بيه، لا هو ليه هدف، وانا ما كنتش في وعي عالي، وانا بحاول ما اشوفهوش، او انا بحاول اعدل الميله. لا هي مش ميله، يعني هي مش ميله، هي كده. ف being present مع اي feeling بقى بيجي، فرح، زعل، pain, whatever، يعني كل ما هكونكت وكل ما هقبل الفيلينج الوحش، انا هعرف برضو اكونكت واحس بالفيلينج الحلو. ان برضو ما انا ما كنتش بعرف مقرر ما احسش بالبين، بس في نفس الوقت برضو حتى الفرح مش بعرف اشربه زي الناس اللي بتعرف تاخد الفيلينجز كلها يعني. البين البين مش وحش، وده الكلام الجديد والغريب.
والكلام اللي ممكن يبقى صادم، والكلام اللي ممكن الوقت اللي بيسمعني يقول لي لا انا مش موافقك، بس انا عملت كده كتير. ولاول مره اجرب ان لما يجي البين ما اقولوش لا ولا توه منه. والغريب ان انا حاسس ان في حاجه كبيره بتحصل جوه، وان انا يعني بقرب اكتر من ربنا، بقرب اكتر من ماي ترو سيلف، بقرب اكتر من ماي اسنس حقيقي. انا مش بمثل، ومش وحش زي ما كنت متخيله. ما كنتش يعني، انا كنت خايف منه، ده مش حقيقي. كفايه زي ما قلنا ان هو الرساله من ربنا ليا، المفروض ان انا بستي with this pain، ببقى مع هذا البين عشان اخد الرسائل بتاعته، وبعدين يشتغل الشغل. ليه سايكل طبيعي هتحصل ويمشي بعد ما تاخد الخير اللي فيه. شكرا ليكم. النهارده مفيش فنفنه عشان يبقى لايقه مع فان شاء الله كده ربنا ينفعنا بالكلام ده. شكرا ليكم.